ممكن تعرفنا ايه هي شهاده الاف ام في اي؟ الاف ام في اي يعتبر من الشهادات الجديده في الماركت. هي عامله كده بوكيه ورد، من خلال انها بتاخد لك من كل بستان زهره، بتبدا تكلمك عن كاونتنج، بتكلمك عن الفاينانسنج، بتكلمك عن الاكسل، بتكلمك عن الفاينانشال ريبورتنج، بتكلمك على التحليل المالي. كل دي يعتبر من الحاجات اللي مهمه جدا لاي حد محتاج يشتغل بشكل عملي او يشوف الماركت. الشهاده دي الميزه فيها انها بتيجي عشان تطبق الجانب العملي بشكل كبير، من خلال ان انت هتبدا تطبق الكلام دوت على الاكسل. في فاينانس كوتش كمان احنا بنركز على ان احنا نعلم الطالب الجزء العملي بشكل كبير جدا، من خلال ناس شغاله في المجال بقالها فتره طويله جدا، سواء شغالين اكاونتنج او شغالين فاينانس او شغالين في البلاننج والفاينانشال بلاننج بشكل عام. بنطبق كمان او بنبدا نعلم الناس الاكسل بشكل مختلف شويه. يمكن الشهاده بيبقى السكوب بتاع الاكسل لو هو فيها بيبقى محدود لحته معينه، لا احنا بنطبق حاجات اكتر من كده فيه. احنا بنطبق كمان وبندي الناس الكورس بتاع الباور بيفت. وطبعا الباور بيفت دوت من الحاجات اللي يعتبر من التولز الجديده في الاكسل اللي بتستخدم في الداتا اناليسز، وتول لا غنى عنها في الوقت الراهن طبعا، نظرا لان الداتا اللي بقينا نشتغل عليها سواء شغال فاينانس او شغال داتا اناليست او ايا كان طبيعه شغلانتك ايه، اللي في النهايه هيبقى ليها امباكت على الجزء بتاع الفاينانس او الاكاونتنج. فالباور بيفت ده من التولز اللي موجوده على الاكسل، اللي لازم طبعا اي حد يبدا يتعلمها، عشان دي هتوفر معاه وقت كتير. هتعلمه ازاي يتعامل مع الداتا بشكل مختلف، هيبدا ازاي يطلع الداتا بتاعته والارقام بتاعته والريبورتات بتاعته بشكل احترافي اكتر، هيعلمك ازاي تكونكت اكتر من سورس للداتا مع بعضيها. فدي من ضمن الحاجات المهمه اللي محتاجين نتعلمها، بالاضافه طبعا للجزء اللي قلنا عليه الاكسل الادفانسد، بجانب الجزئيه الخاصه بالفاينانس والاكاونتنج والفاينانشال اناليسيز. حضرتك طبعا لو خريج جديد محتاج تاخد شهاده تعرفك على الاقل الماركت شغال ازاي، سواء شغال في الاكاونتنج او ناوي تشتغل في الفاينانس او ناوي تشتغل في الحته بتاعه الفاينانشال ريبورتنج. فالاف ام في اي هتغطي لك الجزء ده بشكل كبير جدا. وزي ما قلنا كده في الاول ان الاف ام في اي يعتبر بتديني بوكيه ورد كده، لانها واخده من كل بستان زهره.